مفاجأة في إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر. أنا قلت لكم والله إن فيتوريا ده مدرب تعبان، محدش صدقني. أقسم بالله ده لو كيروش استحالة يعمل كده. أحمد الخضري بيفجر مفاجأة وقال إن محمد الشناوي ما كانش جاهز لحراسة مرمى منتخب مصر من بداية البطولة، وطبيب المنتخب أبلغ فيتوريا بالكلام ده مع عدم جاهزية محمد الشناوي. لا وكمان طالبوا بعدم مشاركته في البطولة، ولكن محمد الشناوي أصر على المشاركة. محمد الشناوي عشان عنده جرينتا وروح كان عاوز يشارك في البطولة بأي طريقة. محمد الشناوي كان عاوز يشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، ولكن مارسيل كولر كان أقوى ورفض إنه يدفع بالحارس. نفس الحالة دي برضو اتكررت مع منتخب مصر. أنت كمدير فني هتعمل إيه؟ مش هتشاركه طبعا. ولكن روي فيتوريا استجاب لطلب محمد الشناوي. صلاة النبي أحسن، وده طبعا كان سبب إن الشناوي ما ظهرش بشكل جيد طوال البطولة، لأن أنا وأنت أبو الكباتن عارفين مستوى الشناوي كويس. وخبر تاني سيء جدا لكل الشعب المصري، إصابة إمام عاشور. إحنا ما لحقناش نمدح فيك يا عم الحاج، تقوم تتصاب. تعرض إمام عاشور لاعب المنتخب المصري لإصابة بالرأس خلال التدريبات، وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا. وتوجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى فورا، وأجرى بعض الفحوصات واللي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقر، واللاعب هيبقى تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة 24 ساعة. سلامات يا بطل، وإن شاء الله ترجع لنا في أسرع وقت. ورسميا منتخب مصر سيواجه الكونغو الديمقراطية في دور ال16 من بطولة إفريقيا. والاتحاد الأفريقي يعاقب مدرب المغرب بإيقافه 4 مباريات. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف وليد الرجراجي مدرب المغرب 4 مباريات، وده علشان الأحداث اللي حصلت بعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية. واتهم اتحاد الكونغو الديمقراطية مدرب المغرب بسوء السلوك من خلال تهجمه على قائد منتخبه بعبارات عنصرية. وأما عن الجزائر فللأسف قررت الجزائر الاستغناء عن المدرب جمال بالماضي، وانتهى الأمر فورا، وده بعد توديع الجزائر من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023. انتهت حقبة هي الأقوى لمنتخب الجزائر مع لاعبين كبار وعلى رأسهم رياض محرز، ومع مدرب وطني هو الأقوى في الجزائر والحاصل على بطولة أفريقيا 2019 في مصر وأفضل مدرب إفريقي وقتها. ورسميا على خطى الجزائر خروج المنتخب التونسي من دور المجموعات من البطولة الأفريقية بكوديفوار. والله العظيم زعلت عليهم. وكمان أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن إقالة المدرب كريس هيتون المدير الفني للمنتخب الغاني بعد توديع البطولة. ورسميا يا ابو الكباتن هقول لك على مواجهات دور ال16 من بطولة أفريقيا 2023. نيجيريا هتقابل الكاميرون، وأنجولا هتقابل ناميبيا، وكاب فيردي هتقابل موريتانيا، والمغرب هتقابل جنوب إفريقيا، ومنتخب مالي هيقابل بوركينا فاسو، ومنتخب السنغال هيقابل كوديفوار، والمنتخب المصري هيقابل الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية هتقابل غينيا. فارت يا ابو الكباتن تقول لنا كل توقعاتك في التعليقات.